إذا السلام عليكم، تحية طيبة جديدة متجددة. الزفلاوان الزفلام. إذا مخطط غزو الإفريقي لبلدان تونس والجزائر والمغرب، لو تروا أن كل ما تحدثت عليه وأشرت إليه ولمحت إليه بتفاصيل أو بدون تفاصيل فهو يحدث وهذه نعمة من عند الله وبصيرة ورزق العلم. فالحمد والشكر لله. فلما قلت لكم يا جزائريين لا تقولوا أننا عرب، قولوا أننا أمازيغ. أنا أعرف، أنت لا تعرف، أنت ربما تقول هذا مخطط زوافي، هذا مخطط صهيوني. لا، لما تعطي لأرضك وأصلك الطابع الأصلي لا يطمع فيك الآخرون الأفارقة، حتى العرب، الإمارات، السعودية، هؤلاء ما دخلهم أنا فيه. نحن أرض الأمازيغ. لا أريد لوبيات، لا أريد ناس من هؤلاء، لا أريد أحقية تاريخية. أحقية تاريخية تجلب معها السيادة، وتجلب معها الرجولة، وتجلب معها من لا يعترف ولا يفتخر بأصله وكينونته وذاته، فهو بطبيعة الحال منبطح. فأنا دائما أنبهكم لهذه الأشياء، كما نبهتكم عن القهوي البردوع بمنهجية الإيديولوجيا التي تربى عليها ووصل لقتل جزائري، أن يقتل جزائريان في مكة في أداء مناسك العمرة. قلت لكم باللي القهوي خص نخربوا في مناهج التعليم ومناهج خطب الجمعة ومناهج الإعلام. قلت لكم ما تزيدوش تبردعوه أكثر من هكا. فسبحان الله، هذا هو العلم وبصيرة العلماء الذي كالنجوم. يسمي أحد الشعراء يقول العلم والعلماء كالنجوم يرون أشياء بعيدة. فهذه الأمور التي تحدثنا عنها هي بالضرورة أمور جادة، أمور موجودة، أمور لا يراها العامة، قد لا يراها حتى الساسة، قد لا يراها حتى العسكر. فبالنسبة للأفارقة الموجودين بالجزائر، طبعا أنا شخصيا والدتي تكرمهم، هذا من فضل الله عليها. ودائما حتى أقول لها أقول لها أنا اليوم ما عندي أموال، كنت على الأقل تمد لي، فتقول لي لا، هؤلاء مساكين ويعيشون في الشوارع. فزرعت في تلك الفكرة من جديد، أصبحت مثلها. لما أراهم أركب في الأخر السيارة أوقفها وأعطي لهم. لكن أنا أقول لكم بالتخلص من هاد الناس لازم نزيدوا لهم 3 أشهر. إذا بقاو في الجزائر أنا ننصحكم ما تزيدوش تعطيوهم الأموال. أنا ننصحكم، رغم أني كاتب في التنمية البشرية وإنساني والآخر، وأعرف حق الإنسان في أي مكان في هذه الأرض بكرامة وكل، لكن بما أنهم يدخلون ضمن مشروع أفرقة شمال إفريقيا الأمازيغي البربري. شمال إفريقيا، أقول الأمازيغي البربري، لا يعني أننا نكره القرامطة أو العرب أو الكراغلة أو السنغاليين، لكن نحن مفروض على كل إنسان هنا في الجزائر أن يقول نحن أمازيغ بربر، لكي تبقى شرعية الأرض للأجيال، لكي لا يطردهم منها أحد. هكذا التغير، هكذا لازم تفهموا يا. فأقول عندكم 3 شهور أعطيوهم هاد الفرصة. 3 شهور، في مور 3 شهور إلا ما دبروش على رواحهم، قطعوا عليهم، ما تزيدوش تمدوا لهم، يرجعوا لبلدانهم ولا يمشيوا للمروك ولا لتونس. ونحن الجزائريين أفارقة أمازيغ، نحن الجزائريين أفارقة أمازيغ باغ. فهم كي بغيت، فهم كي بغيت. حنا عندنا أحقية تاريخية في هذه الأرض. نعم، عندنا أحقية تاريخية في هذه الأرض تتمثل في التاريخ وهذا الشيء، وفي اللغة وفي الإرث وفي الذات وفي الشخصية، في كل شيء. وهذا الشيء اللي كان قالوا جدنا ماسينيسا قبل قرون وقبل الميلاد: إفريقيا للأفارقة، أن أرض شمال إفريقيا للبربر الأمازيغ. ونحن كجزائريين لكي نحارب هذه المخططات، سواء الأوروبية، الصهيونية، العربية، الإفريقية، يجب أن نعرف أنفسنا على أننا أمازيغ معربين، فينا عرب، فينا كذا، الإسلام، اللغة العربية، هذه أشياء يعني لا نتحدث فيها، هذه أشياء من ذاتنا، لكن باش ما يحشوها الناس لازم نقولوا إحنا أمازيغ. فشتوا أنا كنحذركم ونقول لكم حاجة، دايما نقول لكم الصح، ودايما نضرب في الصميم، ودايما نجيب لكم الحق، ودايما نلغي الذاتية، ودايما
نعطيكم الحلول المناسبة كعالم اجتماع أخصائي في التنمية البشرية، ولكنكم لا تفقهون. يجب أن تفقهوا، يجب أن تفتحوا عقولكم ورصانكم وقيعانكم وكل شيء للعلم والبحث والمعرفة والخير والأخلاق والجدية والشهامة والأنف والرجولة الحقيقيين، وليس الخوى الخاوي. إذا السلام عليكم وصحيتم.